لما وصفتك مع اسماء تقولك هتوفر لك كل فلوسك يبقى مش كلام وخلاص. سلام عليكم، ازيكم؟ النهارده فيديو جديد واختراع من بواقي الاكل جديده. يلا بينا نشوف هو ايه. اول حاجه قطعتين اللحمه اللي طبقوا مننا امبارح ومش هيكفوا افراد اسرتنا ولا عارفين نعمل بيهم ايه. النهارده هتشوفي هعمل لك بيهم اختراع عظمه. هنحضر شويه خضار كده، طماطم وفلفل الوان وبصله، وهنقطعهم قطع صغيره جدا. هحضر طاسة وهنزل فيها بمعلقتين من الزيت، وانزل بالخضار بتاعي اشوحه بالشكل ده لحد ما يدبل معانا حاجة بسيطة. لما يوصل للون ده يا بنات هكون قطعت اللحمة بتاعتي قطع صغيرة، وممكن يكون فاضل صدر فرخة برضو مش عارفة تعملي بيه ايه، هتعمليه بنفس الوصفة وتقطعيه قطع صغيرة بالشكل ده، وتنزلي بقى بيه على الخضار بتاعنا. وهننزل بشوية توابل بسيطة، ربع معلقة من الملح والفلفل الاسود والبصل البودر والثوم البودر والبابريكا المدخنة، ولو عندك اي بهارات بتحبي طعمها في الاكل انزلي بيها عادي. هنقلب كويس قوي الخلطة الجبارة دي مع بعض، وبكده الحشوة بتاعتنا انتهت. يلا بقى ندخل على المرحلة التانية. وهحضر معايا كوبايتين 3 من الدقيق، براحتك خالص، كوبايتين كبار 3 كوبايات وسط، اللي عندك ما توقفيش نفسك على حاجة. هنزل عليهم بنص معلقة صغيرة من الخميرة، ومعلقة صغيرة من السكر، ومعلقتين كبار من اللبن البودر، وذرة الملح. هقلب المواد الجافة كلها مع بعض، وهنزل ب3 معالق من الزيت وبرضو اقلبهم مع بعض. بعد كده بكون محضرة كوباية من المية الدافية، وانزل بقى بيها تدريجيا واعجن لحد ما العجينة تلم معانا، وافضل اعجن فيها 10 دقايق لحد ما تكون ناعمة معانا بالشكل ده. هتقطعيها كور صغيرة، طبعا الحجم ده بيرجع لك انتي. قطع صغيرة، ممكن القطعة 50 جرام 70 جرام، ما تتعداش عن كده عشان تكون حاجة كده بسيطة وصغيرة وتكفي عدد أفراد أسرتك. ما سيبناهمش يخمروا ولا حاجة، لا، الطريقة دي سريعة جدا. هنغطيهم ونسيبهم دقيقتين 3 على بال ما تحضري الحشوة بتاعتك اللي احنا حضرناها من شوية. بعد كده هنجيب اول كورة بقى ونفردها بالشكل ده، وننزل فيها بمعلقة من الحشوة بتاعتنا. لو عندك زيتون مخلي بيتزا، لو عندك ميكس جبن، لو عندك برضو شوية كاتشب، كل ده بيعلي التست معانا وبتبقى احلى سندوتشات طالعه من ايديكي. ممكن تستخدميها في المصيف، عايزه تروحي مصيف انتي واولادك يوم كده بقينا في اخر الشهر ومش عارفه تعملي اكل ايه، يا سلام بقى لو تبقى عندك قطعتين اللحمه دول او صدر الفرخه وعملتي بيهم احلى السندوتشات دي وطلعتوا بيها المصيف وقضيتوا احلى يوم. شوفي بقى اختراعي هيكون عامل معاكي ايه، وهيقولولك تسلم ايدك يا ست الكل. هنكرر مع بعض الحشوة تاني. هنجيب كورة ونفردها بالنشابة بالشكل ده، وننزل فيها بمعلقة من الكاتشب ومعلقة من الحشوة بتاعتنا وشوية جبن ميكس كده او شوية زيتون كده مخلي يعلي التست معانا. وهنقفل على طول الكورة من ورا، اهم حاجة نقفلها كويس اوي. هنرص بقى كل العظمة دي في صاج فرن، وهنجيب معلقة من اللبن على نص معلقة من السكر ونقلبهم كويس قوي، وندهن الوجه بتاعنا يا بنات. اهم حاجة ندهن الوجه بتاعنا كويس عشان يطلع لونه ذهبي وجميل زي ما بنشوف كده. بعد كده هنزل برشة سمسم او رشة حبة البركة، كل ده ما خمرناهاش ولا حاجة. في المرحلة دي بقى هتسيبيها 10 دقايق كده ترتاح معاكي، وتدخل فرن على درجة حرارة 200، 10 دقايق من تحت و3 دقايق من الشواية، وهتطلع بالشكل القمر ده. ونكون مسيحين معلقة من الزبدة وندهن الوجه بتاعنا كده عشان يكون لامع وجميل، وبكده نكون عملنا احلى سندوتشات بقطعتين اللحمة اللي طبقوا معانا. وحرفيا طلعت احلى سندوتشات ممكن تعمليها ببواقي الاكل بتاعتك. يلا اعمليها ومش هتندمي انك جربتيها. باي باي.